لو انت او اي حد تعرفه بيضرب الادويه دي، فالادويه دي هتعمل لك دماغ، بس اللي ما تعرفوش ان الدماغ دي هتكلفك حياتك. واول واشهر حاجه بتتضرب هي الجابيماش، وده دواء معمول عشان يعالج التهاب الاعصاب والصرع، بس لما بتاخده من غير سبب يبدا يدمر لك جهازك العصبي. اولا واول ما هتبدا تاخد الدواء ده تركيزك هيطير، دماغك هتبقى فاضيه ومش عارف تفكر ولا تاخد قرار، وهتمسكك رعشه في الايدين هتبوظ لك شغلك، وهتبدا تتخنق من الناس وتكتئب وتقعد لوحدك. ومع الوقت هتدخل في دوامه الادمان، واصعب حاجه في الادمان انك ما تبقاش واخد بالك انك مدمن. اما قطره بليجيكا او بلجيكا زي ما الناس بتقول، فدي قطره بيستخدمها الاطباء عشان يوسع حدقه العين ويفحص قاع العين. قطره العين دي الناس بتبلعها او بتشمها، والنتيجه انك بتبدا تشوف حاجات مش موجوده وتسمع اصوات مش موجوده، بتعمل لك زغلله وصداع ودوخه، واحيانا بتدخلك في غيبوبه او تشنجات، وكمان بتعمل لك صعوبه في التنفس. اللي بيستخدم القطره دي دماغه بتفصل فعلا، بس مش فصل راحه، ده موت للبطيء. اما دواء الكحه ده فده اشهر حاجه بتتضرب في مصر. توسكان ده دواء للكحه، بس لما يتشرب بالازازه الكامله عشان تعمل دماغ بتبدا تهلوس وممكن تقع في اي حته من طولك. نفسك بيبقى تقيل وقلبك بيبدا يدق بسرعه، وممكن تتوقف عن التنفس وانت نايم. يعني دماغ ممكن تكلفك اخر نفس في عمرك. كل الادويه دي بتتباع في الصيدليه عادي، بس الادويه دي مش معموله عشان تفصل بيها عن الحياه، دي معموله عشان تعالج مش تدمر. فلو انت بتاخد الادويه دي من نفسك من غير دكتور، وقف الادويه دي فورا. ولو تعرف حد وقف الدوامه دي يا صاحبي بلغه وفهمه وشارك الفيديو ده معاه، لان حرفيا انت ممكن تكون سبب في انقاذ حياته. ولو ادمنت اي دواء من الادويه دي اتواصل معايا في الكومنتات وانا هقول لك الحل اللي واحده واحده هيرجعك انسان طبيعي. واصحى لنفسك قبل ما الادويه دي تموتك.